نروي لكم سيرة الإنسان والمكان في رحلة عبر الزمان. عزيزي المشاهد، إذا أردت يوما أن تذهب في رحلة عبر الزمن، فإلى أي العصور سوف ترحل؟ وما هو المكان الذي ستختاره لتطوف جنباته؟ ومن هو الإنسان الذي تود أن تكون في صحبته؟ في هذه الحلقة نستكمل ما بدأناه معكم في الحلقة الماضية. وفي منتصف القرن التاسع عشر، وتحديدا في عهد الخديوي عباس الأول عام 1853، كان ينطلق مدفعان للإفطار في القاهرة، الأول من القلعة والثاني من سراي عباس باشا الأول بالعباسية، ضاحية من ضواحي القاهرة. وفي عهد الخديوي إسماعيل تم التفكير في وضع المدفع في مكان مرتفع حتى يصل صوته لأكبر مساحة من القاهرة، واستقر في جبل المقطم، حيث كان يحتفل قبل بداية شهر رمضان، وبخروجه من القلعة محمولا على عربة ذات عجلات ضخمة، ويعود بعد نهاية شهر رمضان والعيد إلى مخازن القلعة ثانية. وعندما ظهر الراديو توقف إطلاقه من القلعة في أحيان كثيرة، ولكن ظل التسجيل الصوتي له يذاع يوميا عبر أثير الراديو والتلفزيون، إلى أن قرر المسؤولون أن تتم عملية بث الإطلاق على الهواء في أذان المغرب من القلعة، حين قرر وزير الداخلية المصري أحمد رشدي في عام 1983 إعادة إطلاق المدفع من قلعة صلاح الدين الأيوبي طوال رمضان في السحور والإفطار، فعاد للمدفع دوره ورونقه. واستمر ذلك حتى طلبت هيئة الآثار المصرية في بداية التسعينيات من وزارة الداخلية وقف إطلاقه من القلعة، خوفا على المنطقة التي تعد متحفا مفتوحا للآثار الإسلامية، إذ تضم قلعة صلاح الدين الأيوبي التي بناها عام 1183، والجامع المرمري الذي بناه محمد علي الكبير، علاوة على جامعي السلطان حسن والرفاعي ومتاحف القلعة الأربعة. وحذرت من أن إطلاق المدفع 60 مرة في سحور وإفطار رمضان و21 طلقة كل أذان في أيام العيد الثلاثة ستؤثر على العمر الافتراضي لتلك الآثار بسبب الاهتزازات الناجمة عن إطلاقه. وبالفعل تم نقل مدفعين من المدافع الثلاثة الباقية من أسرة محمد علي إلى هناك، وتم الإبقاء على المدفع الثالث كمعلم سياحي في ساحة متحف الشرطة بقلعة صلاح الدين، ليطل من ربوة مرتفعة على القاهرة، ونتذكر معه كلما شاهدناه صوتا من أجمل الأصوات رغم شدته: مدفع الإفطار اضرب. وعلى صوت مدفع رمضان نترككم على أمل اللقاء ورحلة جديدة عبر الزمن.